زي كيس التوست او الباتيه او الكرواسون بنشتريه بيكون طري جدا وهش وممكن يستحمل اكتر من اسبوع، في حين ان احنا لو عملناهم في البيت يومين 3 بالكتير وبيكون نشف وتعفن تماما. ده سر التغليف الجيد ولا في الجوده العاليه؟ الحقيقه انه لا ده ولا ده. السبب بيكون ان في مواد حافظه ومحسنات ومثبتات مضافه للنوع ده من المخبوزات عشان تحافظ عليها طريه لفتره طويله وتمنع تعفنها، وده بيأثر على صحتنا بشكل كبير. ناس كتير بيكون عندها حساسيه من المواد دي فبتأثر بتعملها تهيج في الامعاء او القولون، وبتأثر كمان على البكتيريا النافعه الموجوده في الامعاء. طب ازاي نتأكد ان المخبوزات اللي احنا بنشتريها عليها المواد دي او لا؟ من خلال قراءة المكونات المكتوب عليها انها تكون خالية من المواد الحافظة، وكل ما كانت عدد المكونات قليلة وبسيطة كل ما كانت اقرب للطبيعي. كمان ما ننخدعش بريحة الزبدة البلدي او ريحة الفانيليا اللي ممكن تبان على بعض المخبوزات، لان برضو احيانا كتير بتكون الروائح دي ناتجة عن برضو اضافات كيميائية محطوط عليها بتدي الريحة دي، لكن هي مش مضاف ليها لا زبدة ولا فانيليا. خليكم في السليم.